باشمهندس شريف، يعني تقريبا حضرتك لميت كل حاجه خاصه بالخماسي الحديث وكلام مهم، والفتره الجايه وتطلعات حضرتك للي جاي، واكيد في افكار اكتر من كلام حضرتك، ان في طموحات اكتر عايز تحققها. انتوا حاطين تارجت كبير جدا، بتنافسوا على المستوى العالمي، وان شاء الله يكون ربنا كاتب خير، ويكون الخماسي الحديث في باريس شايفين بقى ذهب وفضه واكتر من ميداليه باذن الله كده، يعني باذن الله. عايزين نروح لملف مهم. ملف هو حضرتك الامين العام للجنه الاولمبيه المصريه، وملف استضافه دوره الالعاب الاولمبيه 2036. ملف مهم بنتحرك فيه ازاي، مصر بتتحرك فيه ازاي، اللجنه الاولمبيه المصريه بتتحرك فيه ازاي، مع التعاون مع وزاره الشباب والرياضه، ايه الخطه اللي شغالين عليها، او هنبتدي من امتى الشغل فيها؟ طيب انا هقول لك ان الشغل بدأ من قبل زيارة دكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر، اللي تم الشهر اللي فات. قبل الزيارة دي كان في توافق ما بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والأنوكا اللي هي اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، إن مصر تقدم ملف لاستضافة 2036. لما حصل هذا التوافق استغلينا بقى ان احنا الزياره بتاع الدكتور توماس باخ، بالذات زيارته للسيد رئيس الجمهوريه، يعني كانت زياره مهمه جدا جدا جدا، ان احنا نزق هذا الموضوع وناخد زي ما نقول كده الابروفل او الموافقه المبدئيه من سياده الرئيس على اننا نبدا نشتغل في هذا الملف. لان ده ملف دوله، هو مش قرار لجنه اولمبيه زي ما الناس فاكره، لا خالص خالص، ده ملف دوله حضرتك. والاولمبياد مش بتبقى، ما بيقولوش اولمبياد مصر خلاص، هي اولمبياد باريس، يعني اولمبياد القاهره خلاص. فاحنا خدنا الضوء الاخضر ان احنا نبدا نشتغل في هذا الملف. طيب الملفات برضه مش زي زمان، عشان الناس برضه ايه هتفتكر على طول صفر مونديال وناخد تخش في التصويت وبعدين ده ياخد كام صوت وده ياخد كام صوت. الطريقه في اللجنه الاولمبيه الدوليه اتغيرت، بقت انت بتقدم طلب، بتملى اوراق معينه، بتيجي لجان تفتيش تبص على كل مكونات هذا الملف، وبعد كده بتعمل توصيه للمكتب التنفيذي للجنه الاولمبيه الدوليه خلاص. اللجنه المنوطه بالهوستنج كوميتي خلاص، اللجنه دي هي اللي بتختار انهي دوله من اللي تقدموا هي الافضل، وثم يعلن هذا ان ملف الافضل كان ملف دوله كذا، فهي اللي تاخد. ما بقاش بقى ايه ده خد 10 اصوات، ده خد 5 وده خد كذا. وده نظام افضل، ده نظام افضل. ليه افضل؟ عشان في شفافيه اكتر خلاص. ما فيهوش بقى كلمه بقى الرشاوي عشان ده يدي لك الصوت وما يديلكش الصوت، والكلام ده مش موجود خلاص. احنا بنعمل ريبورت على الملف ده، والله في حته الترانسبورتيشن هنا افضل من هنا بكذا، هنا في الامن ده افضل من هنا بكذا، الملاعب هنا شكلها كذا وهنا شكلها وهكذا. فريبورت كامل تطلع نتيجته وبتعلن بعد كده على فكره. ففي شفافيه، في يعني كل حاجه واضحه. انا قلت قبل كده كذا مره، ده هيتم امتى؟ ده هيتم بعد اولمبياد باريس 24. يعني اللجنه دي هتكون بعد اولمبياد باريس، ثم هيبداوا بقى ايه الزيارات الميدانيه. اي اولمبياد بتترسى قبل مينيمم 7 سنين قبل الاولمبياد بيكون راسي عليك، وانت عارف شغلك بيبدا من قبلها ب7 سنوات. فانا وفي تغيير في قوام رئاسه اللجنه الاولمبيه وبعض اعضائها هيتم في 2025 في انتخابات جديده. دكتور توماس باخ ما يقدرش يخش تاني لان هو هتبقى خلص ثالث دوره ليه، وده الحد الاقصى. فهيبقى في رئيس جديد وهيبقى في شغل جديد لازم يتعمل. ففي عندنا وقت ان احنا نشتغل ونجهز ملف قوي. بس الملف ده لابد ان نتعامل معه انه ملف قاره افريقيا وليس ملف مصر. لو تعاملنا مع هذا الملف على انه ملف دوله مصر فقط، لا هيبقى في صعوبه خلاص. لان برضو الدول اللي نازله ضدنا في ومقدمه اكتر من 10 دول مقدمه دلوقتي خلاص، دول تقيله، يعني دول في الرياضه تقيله، في الاقتصاد تقيله، تمام. قوه الملف اللي ملف افريقيا، وكل ال 54 دوله على فكره واقفين ورا هذا الملف. احنا تعمدنا في اجتماع الانوك اتحاد اللجان الاولمبيه العالمي اللي قام في كوريا تمام الشهر الماضي، ان احنا نعمل اجتماع جمعيه يوميه غير عادي لافريقيا للانوك بكل 54 دوله، وكان حاضره الدكتور توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. وكلهم قالوا ان احنا كلنا ورا ملف مصر ل 2036، وجاء الوقت لافريقيا.
والحقيقه هو دعم الفكره بشكل قوي، قال فعلا انا معاكم ان افريقيا القاره الوحيده التي لم يقام عليها اولمبياد، ولو انتوا وقفتوا كلكم مع بعض وساعدتوا بعض ووقفتوا ورا هذا الملف هتبقى فرصه جيده جدا في الفوز. وانا شايف ان يعني مصر تستحق، مصر اكبر دوله في افريقيا الحقيقه في الرياضه، تستحق انها تبقى اول دوره اولمبيه تقام في قاره افريقيا تكون في مصر ان شاء الله. الفترة دي بقى أكيد أنا يعني اللجنة الأولمبية المصرية وحضراتكم في اتحاداتكم الأفريقية أو بالمناصب الدولية اللي موجودة معاكم، أنتوا في علاقات واتصالات مع القارة الأفريقية، هل بدأنا فعلا التحرك في دوت معاهم بشكل مستمر، تواصل مستمر عشان الموضوع دوت؟ احنا زي ما قلت لحضرتك بدانا في كوريا في الجمعيه العموميه، اجتماع جمعيه عموميه غير عادي لمناقشه دوره الالعاب الافريقيه القادمه في غانا 2023 فيها بعض المشاكل ومسانده ملف مصر. فكان 54 دوله بلا استثناء خلاص كلهم قالوا احنا مع مصر، شايفين ان احنا يعني جاء الوقت لافريقيا ومصر هي الاقدر خلاص بهذا الملف واحنا كلنا وراه. فده برضو رساله قويه جدا، بالذات ان بنتكلم عن 206 دوله في الاي او سي، لما يبقى 54 من افريقيا يعني احنا اكتر من ربع دول العالم. فلا بد ان برضو يحترم راي ربع العالم يعني زي ما بنقول. بس في الاخر الموضوع برضو ملف محترم يقدم، مصر ملاعبها جاهزه ودي ميزه جباره انك مش لسه هتبني حاجات، ده الحاجات موجوده اوريدي. يمكن الحاجه الوحيده اللي لسه محتاجه شغل هي القريه الاولمبيه اللي هتستضيف الناس في هذا التوقيت. محتاجين نعرف هتتعمل ازاي وفين وايه، وده حلها برضه بسيط مش صعب يعني، لان كل دول العالم دلوقتي بتلجا الى الشركات العقاريه انها تعمل مشروع هذا المكان السكني المتكامل يستعمل فيه الاولمبياد اللي هي كلها شهر خلاص، اولمبياد الكبار ثم الاولمبياد البارالمبيه بعديها على طول، ثم يسلم المشروع يكون اوريدي متباع الى الناس اللي شارياه يعني خلاص، فما يبقاش في اي خساره للدوله ولا اي تكلفه الحقيقه للدوله خالص. بالعكس انا كان لسه معايا يمكن حد من اسبوعين من استراليا بيقول لي على فكره انا شقتي في سيدني في المكان اللي اتعمل اللي كان القريه الاولمبيه. تمام، فدي حاجه برضو يعني ايه فخور جدا بهذا يعني. فده برضو من طرق التسويق للمكان نفسه بعد كده يعني. اتمنى التوفيق طبعا لحضراتكم، واكيد طبعا استضافه مصر لاول دوره اولمبيه تكون في افريقيا ده شرف كبير جدا لمصر. وكانت زياره مستر توماس باخ اكيد كان فيها كواليس وامور كتيره، كان ايه ابرز الانطباعات بتاعه مستر توماس باخ عن الزياره لمصر؟ طبعا الزياره كانت يعني هو كان في جوله ل7 دول، احنا كنا واحد منهم. احنا قعد عندنا 27 ساعه، يعني هم اليومين اللي جه فيهم 27 ساعه لو حسبتها بالظبط من وقت ما الطياره عملت لاندنج لغايه لما طلع تاني من بعد ما خرج من عندنا على طوكيو، وكان جاي لنا من الاردن. فزياره كانت قصيره حاولنا نحشر فيها يعني كل حاجه زي ما بنقول كده، وده كان مستحيل يعني. انما احنا خدناه من اول المطار على الهرم على طول، على العشاء، على الفندق. تاني يوم كانت اهم زياره الحقيقه غير زياره الرئيس نفسه طبعا، دي كانت اهم حاجه في اللقاء كله. انما اهم حاجه شافها خلاص كانت القريه الاولمبيه او المدينه الاولمبيه، اسف، المدينه الاولمبيه في العاصمه الاداريه الجديده. حاجه يعني مفخره خلاص للرياضه، وهو ما كانش متخيل ان مصر عندها هذه الامكانيات. اكبر ميدان رمايه في العالم، استاد كان خلاص قرب يخلص على اعلى مستوى، مجمع حمامات السباحه، مجمع فروسيه، يعني هو شاف حاجات مش موجوده في 3/4 دول العالم خالص يعني، ولا قريبين حتى منها في الكلام ده. فالامكانيات اللي موجوده في مصر من البنيه الاساسيه لا احنا نروح في حته ثانيه خالص خالص الحقيقه يعني. اللي الناس ما تعرفوش برضه ان مصر قدمت على ملف الاولمبياد مرتين قبل كده. انت عمرك سمعت عن الموضوع ده؟ لا، اول مره اسمع الموضوع ده. طيب مصر قدمت مرتين، مره في اوائل القرن الماضي تمام، وكان اخر مره كان في اواخر القرن. انت ما سمعتش عشان الملف اساسا ما وصلش لمرحله التصويت. الملف سقط من الاول خالص خلاص، لان كانت البنيه الاساسيه مش كويسه، كان في مشاكل في الانتقالات، كان في مشاكل في الامن والامان، كان في مشاكل كتير قوي في الملفات الحقيقه وقت ما تم تقديمها يعني. انما ما كانش الاعلام بهذا الشكل
خلاص دلوقتي مفيش، انت لو يعني عديت الشارع هتلاقي نفسك موجود على التلفزيون، ده فلان عدى الشارع. خلاص زمان كان حاجات تانية كتير بتعدي يعني. فلا انا شايف ان فرصه مصر كويسه، شايف ان الملف لازم يعني يتعامل بحرفيه كبيره جدا، لا نتعالى فيه ان احنا مصر احنا مصر طبعا دوله عظيمه ودوله كبيره، انما الملف لازم يقدم بشكل احترافي جدا، يتعامل مظبوط جدا عشان تبقى فرصنا كبيره في الفوز ان شاء الله. طموحاتنا في باريس 2024. طموحاتنا في باريس 24 يعني في اماني وفي واقع، وطموحات جميع لاعبينا انهم يحققوا ميداليه اولمبيه. الميداليه الاولمبيه هي قمه الهرم في الرياضه. هل كله ممكن يحققها؟ لا طبعا مش كله. احنا عندنا 3 تارجتس حاطينهم دايما في الاولمبياد. بدانا ب 2016 ريو دي جانيرو، ثم طوكيو، وهم نفس ال 3 تارجتس موجودين لباريس اللي جاي. التارجت الاولاني هو ان احنا نقدر نأهل اكبر عدد من الرياضات ممكنه. احنا عندنا 28 لعبه اولمبيه. المره اللي فاتت كان لعبنا وتأهلنا في 23 منهم للاولمبياد. المره دي عايزين نكسر هذا الرقم، عايزين نوصل ب 24 او 25 لعبه من 28 يتأهلوا للاولمبياد وقادرين. الحته الثانيه هي اكبر عدد من اللاعبين المؤهلين. تمام. احنا في ريو دي جانيرو تأهلنا ب 121 لاعب ولاعبه. في اولمبياد طوكيو تأهلنا ب 134 لاعب ولاعبه غير اللعيبه الاحتياطي يعني. المره دي عايزين نكسر هذا الرقم. هل ده ممكن؟ ممكن، بس بيعتمد على الالعاب الجماعيه. لو لعبه جماعيه عندي ما عرفتش تتاهل هيبقى صعب اوصل للرقم ده. تمام. ولو لعبه احنا مش متوقعينها تتاهل وتاهلت من الالعاب الجماعيه، الرقم ده يضرب على طول 10 15 لعيب زياده. انما احنا غالبا هنتاهل حاجه في نفس حدود اللاعبين واللاعبات، يعني نزود 5% اقل 5% من اللي اتاهلنا فيهم لاولمبياد طوكيو الماضيه. غالبا هنكسر ال 23، ممكن نوصل ب 24 او 25 لعبه تتاهل الاولمبياد من ال 28 اللي عندنا. احنا عندنا 28 من اصل 33 لعبه في الدوره الاولمبيه هيتلعبوا يعني. ثم يجي الحته الاهم بقى اللي الناس كلها تبص عليها، هي كم ميداليه هتحصدها. احنا في اولمبياد ريو دي جانيرو حصدنا 3 ميداليات برونز. في اولمبياد طوكيو كسرنا اعلى رقم لمصر اللي هو كان 5 ميداليات، تحقق 3 مرات في اولمبياد 36 في برلين، 48 في لندن، و2004 في اثينا. وكان اثينا كانت اخر حاجه، كانت ذهبيه وفضيه وثلاثه برونز. المره دي احنا كسرناه بميداليه، جبنا 6 ميداليات ذهبيه وفضيه و4 برونز، فكسرنا هذا الرقم. فدي حاجه الحقيقه انجاز كان رائع. طبيعي ان احنا بنطمح ان احنا نكسر هذا الرقم تاني خلاص ونوصل لحاجه. انا عارف ان في بعض المسؤولين الحقيقه بيطمحوا ان احنا نوصل ل 10 ميداليات اولمبيه. انا اتمنى ان احنا نوصل 10 ميداليات اولمبيه، لان ده هيبقى حاجه اكثر من رائعه. بس خلينا واقعيين برضه شويه، ممكن تبقى اللي جايه صعب الوصول ل 10 ميداليات اولمبيه. انا بشوف ان التارجت لازم يتحط ان احنا نكسر الرقم 6، وده لو حصل يبقى احنا ماشيين في الطريق الصحيح. لا، هل مستحيل نوصل ل 10؟ لا مش مستحيل. عندنا بعض اللاعبين واللاعبات، عندنا هديك مثال، عندنا اكتر من عندنا 12 او 13 لاعب ولاعبه خلاص هيمثلونا في الاولمبياد القادمه، وحققوا قبل كده يا ميداليه اولمبيه يا ميداليه في بطوله العالم للكبار اللي هي نفس معيار الاولمبياد بالظبط. فانت عندك 12 او 13 لاعب عملوها قبل كده، زي ما هنقول كده بالبلدي يعني. خلاص هل كلهم هيعملوها المره اللي جايه؟ هم لعيبه اولمبيين مؤهلين لدوت، بيعتمد على التوفيق بقى. حلمهم طبعا خلاص. انما هل انت لما تروح ب 13 واحد قادر على ميداليه، ال 13 كلهم بيوافقوا في اليوم؟ لا طبعا. الستاتستكس بتقول لا. تمام. ممكن نصهم يوفق، ممكن طبعا خلاص، لان في فرص ثانيه للاعبين اخرين من دول اخرى. انت في الاخر الاولمبياد 10500 لاعب ولاعيبه بيتنافسوا على 1000 ميداليه او 900 وشويه كمان. ففي 90% من اللاعبين اللي رايحين هيرجعوا بدون ميداليات. فده شيء طبيعي يعني. فلما نقول ان احنا يعني حلمنا ان احنا نحاول نتاهل ب 130 لاعب ولاعيبه خلاص، يبقى عايزين بعد كده نوصل يبقى عندنا 10 12 ميداليه، لان ده هيبقى النسبه الطبيعيه اللي هي حوالي 10% من اللعيبه اللي انت طالع بيها. انما احنا لسه ما وصلناش ان لاعيبتنا اللي قادرين على وصول الميداليات عددهم يكبر في وسط هذه الكوكبه. العدد الكبير اللي بنشارك بيه حضرتك قلت احنا بنتطلع ان نكسر العدد المشاركه الكتير. ايه الفوائد من العدد لما بيزيد
ويكون عندنا لعيبه كتير بتشارك في الاولمبياد. اولا اللاعب اللي يوصل للاولمبياد، احنا دلوقتي الاول انت عارف ان العالم امبارح وصل كسر ال 8 مليار نسمه. خلاص احنا العالم بقى فيه فوق ال 8 مليار نسمه. ال 10500 لاعب ولاعيبه دول هم قمه الرياضه في العالم. هيبقى متخيل دول هم الكريمه. تمام. فاي لعيب هيوصل للاولمبياد انت بقيت في مصاف الكبار. فانت برضه زي ما بتقيس كده في الايكونومي وفي الطب وفي كل حاجه انت فين؟ انت في الرياضه بتقيس الاولمبياد انت فين؟ انت بتقول عدد كبير، مين قال ان هو عدد كبير؟ في دول بتتاهل ب 400 لاعب، 500 لاعب، 300 لاعب، 200 لاعب. هم لسه انت ما وصلتش لهذا المستوى على الاطلاق. وفي نص ال 205 دوله ما بيعرفش يتاهل اساسا. ما بيعرفش يتاهل، ما بيعرفش يخوض تصفيات ويعدي. فبيتاهل بالكوتا اللي هي التراي بارتايت كوميتي، اللي هي ليك ولد وبنت او فريق خلاص يعني محطوط مش هقول مجامله انما ايه، عشان يبقى كل 206 دوله ضامنين المشاركه. تمام. لا انا بتاهل بدراعي خلاص ب 100 حاجه. انا لا ينطبق عليا التراي بارتايت. التراي بارتايت عشان تاخد انت اللي هي الوايلد كارد زي ما بنقول كده، ليها مواصفات معينه، ارقام معينه كنت حققتها في اخر 3 اولمبياد، ما عرفتش تتاهل غير بعدد قليل جدا، مش عارف ايه، ما بتعملش حاجه. احنا ما بنطبقش علينا الكلام ده. تمام. احنا بيعتبرونا من الدول الكبيره، انما في الاخر انت في اكتر من 10 15 دوله بتاهل باكتر منك. خلاص. انت حتى في افريقيا، انت جنوب افريقيا بتتنافسوا دايما مين الاكبر. يعني احنا في ريو كانوا هم اكتر منا مش عارف 6 7 لعيبه، في اللي فات كنا احنا اكتر ب 2 3 لعيبه وهكذا. فانتوا قريبين قوي من بعض في عدد اللاعبين. وفي النهايه اللعيبه اللي بتتاهل دول بيبقوا ابطال، يعني هو متاهل لانه بطل عالم، بطل قارته، فده حقه ان هو يكون مشارك في الاولمبياد وينافس في المعترك الرياضي الكبير دوت. الاولمبياد او مفهوم الاولمبياد ومفهوم بيير دي كوبرتان، بارون بيير دي كوبرتان مخترع الاولمبياد، هو حلم الوصول للاولمبياد، هو الجائزه الاكبر، مش الفوز بميداليه. الفوز بميداليه ده طبعا يعني الكريمه اللي فوق بقى خلاص، انما الوصول للاولمبياد بحد ذاتها انت في يعني قله في العالم خلاص هم اللي وصلوا لهذا الشرف الكبير. عشان كده في حاجه اسمها الورلد اولمبيان اسوسيشن خلاص، منظمه العالميه للاولمبيين خلاص. وبنلبس بكل فخر بن مكتوب عليه OLY خلاص، وبناخد شهاده اللي متعلقه هنا خلاص وورلد اولمبيز، انك انت راجل اولمبي، انت راجل لعبت اولمبياد خلاص. يعني دي قمه مش انت راجل حققت انت راجل لعبت اولمبياد. تمام. ده يعني قمه الهرم الرياضي. انجاز كبير جدا. وانا اتمنى ان نغمه التمثيل المشرف ان هي تبقى ميداليه فقط، ده نغمه خاطئه. كل من يتاهل للاولمبياد المفروض يلعب ويلعب بفخر ويحاول يكسر ارقامه الشخصيه. هو ده الهدف، انك انت تتحسن. ونبعد بقى عن كلمه التمثيل المشرف والكلام اللي ملوش لازمه. باشمهندس شريف، بشكر حضرتك جدا. حوار شيق مع حضرتك، واجابات واضحه وصريحه، وان شاء الله بالتوفيق للاتحاد الخماسي الحديث المصري ويستمر في تحقيق الانجازات، وبالتوفيق لبعثه مصر واللجنه الاولمبيه المصريه في البطولات القادمه وكل البطولات اللي جايه. ان شاء الله مصر في باريس 2024 الحلم الاكبر، نقدر نحقق اكثر من 6 ميداليات باذن الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا.